السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وصحة وسعادة وانا يا رب العالمين. بصوا بقى، عندنا وصفة سريعة جدا للفول. لو انتوا حابين تعملوه بسرعة وما نعملهوش من الصبح بالليل زي ماما كده ما بتعمله مامتي، فيلا نبينا نعمله بطريقة لطيفة قوي. انا جبت الفول الكمية اللي انتوا عايزينها، انا كنت جايبة نص كيلو وغسلته زي ما احنا شوفنا كده، وبعد كده بنقعه بمية. تمام، بغسله كويس واسيبه منقوع في المية فترة، يعني بتاع 6 ساعات 7 ساعات كده حلوين. بلاش اللي هو من الصبح بالليل، علشان القشرة بتاعته ما تكونش قاسية معانا وتكون ناشفة. تمام كده. وبعد كده انا بوريكم دلوقتي بعد ما تنقع في فولة بانت شاربة المية كويس قوي ونفشت معايا، وفولة لأ. فمعنى كده ان الفول بتاعي او ان انا اشتريته يعني من العطار مخلط يعني نوعين عنده، مثلا نوع قديم نوع جديد. نوع بيشرب مية، نوع بياخد وقت عقبال ما ياخد يعني المية الكافية ليه علشان يشربها وان هو ينفش يعني وحجمه يكبر. تمام كده. المهم، فاحنا هنجيب بقى الفول بتاعنا على حسب القدرة او الدماسة بتاعة الفول اللي عندي. انا طبعا كانت عندي صغننة زي ما احنا شايفين كده، صغنونة خالص، كانت عندي من بدري قوي وكنت هجيب واحدة كبيرة ما جبتهاش وقلت هستخدم دي، والباقي انا هحطه بعد كده. دلوقتي هنشوف مع بعض هحطه في حلة. تمام. عندي بقى نص كوباية عدس اصفر، نص كوباية فول مدشوش. عندي الجزر ده يعني جزراية مش كبيرة، مبشورة. انا بشرتها بشر رفيع شوية، اللي هو اللي في المبشرة يعني الحجم رفيع، وطماطمايه، وعندي ليمونية. بس كده. انا غسلت الحاجة طبعا اللي انا بحطها دي مغسولة، وبروح حطاها على الفول بتاعي وبقلب يعني في الاخر كل حاجة في بعضيها اهو زي ما احنا شايفين كله في بعضه. هحاول ان انا بقى اخلي الحاجة كلها اختلطت ببعضيها زي ما احنا شفنا، ونخليها على جنب دلوقتي عقبال ما احط الباقي في الحلة. انا حبيت اعمل طريقة الحلة دي كمان علشان تشوفوا الطريقتين كده كده. اللي ما عندوش دماسة مفيش اي مشكلة، مش هتفرق، هنحط في حلة وبرضو هنعمل نفس التكنيك اللي هنمشي بيه مع الدماسة ليهم هما الاتنين. تمام. اول حاجة هنحط مية سخنة في الفول بتاعي، اغطيه كده بميه حلوه. يعني انا حبيت ان هو يبقى فيه فرق ما بين الفول وما بين الحاجه اللي محطوط فيها، عشان كل ما احط له ميه يستقبل لانه هيحتاج ميه كتير. بس كده. وبرضه حطيت في الحله زيها، حطيت بقى الدماسة بتاعتي على النار، وحطيت عليها تقيلة كده من فوق، يعني اي حاجة شلت الغطا بتاعها، وحبيت ان انا اتقلها يعني، بحيث ان كل حاجة تبقى مكتومة من جوه وتغلي زي ما واضح كده يعني. وفي نفس الوقت افضل بقى ايه اللي هو موطيه عليها النار، وابقى ضامنه ان الدنيا كلها في بعضيها يعني ومش هتوقع ميه. بقلب بقى من الوقت للتاني زي يعني بنجيب من تحت لفوق، يعني اللي هو بيتقلب كويس. وبفضل كل شوية كل ما احس ان المية نقصت اروح مزودة حبة في حبة مية سخنة. تمام. بس بقلب بقى كويس زي ما احنا شايفين كده، زي ما احنا شايفين لونه تحفة، لونه يتجنن قوي، وما خدش مني ساعتين على النار، سريع جدا. في طريقة تانية مامتي كانت المفروض برضو عاملاها، هي بتقعده يعني اكتر فترة اطول، ومش بتنقعه يعني فترة كبيرة، بس بيقعد على النار فترة كبيرة جدا. ممكن يعني بتاع 5 6 ساعات. بتخليه على الشعر خالص، وبرضه بتروح وتيجي عليه. الطريقة دي سريعة جدا فعلا، ما خدتش يعني وقت كبير. ممكن نعمله لو احنا للسحور، نعمله واحنا قاعدين بعد الفطار كده، كل سنة وانتم طيبين، وهيبقى جاهز معايا على السحور. دي الحلة. بصوا برضو اللون حتى ما اختلفش، يعني مش اغمق بقى وبقى اسود وكده، لونه حلو قوي. والحاجات دي في حاجات بتفضل فيها صحيحة، فانا بعد كده بروح شايلاها ورمياها بعد ما بتخلص خالص يعني الفول بتاعي. بس كده. نجيب طبق بقى نحط فيه حبة فول كده حلوين، مع شوية زيت، مع الدقة، كمون، شوية شطة، ليمون، زيت، يعني زيت حار بقى، يا سلام لو في زيت حار يجنن بجد، هيبقى حلو قوي.
وطعمها كان حلو قوي قوي قوي، يعني مش عارفة اقول لكم، خفيف ومش بيوجع معدتنا مثلا، ومش غالي زي بره والكيس مفهوش وما نعرفش معمول ازاي. كل حاجة بجد في البيت هتبقى فيها. مش هقول لكم ان الدنيا هيبقى اقتصادية او ان هي تبقى رخيصة شوية، بس هقول لكم هتبقى نظيفة وعارفين احنا بناكل ايه. بجد لو عجبتكم بقى ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حلوين، ورمضان كريم.